جامع المراكشية. يقع جامع المراكشية في مدينة جمال بولاية المنستير في تونس. يعود تأسيس هذه المعلمة الدينية إلى بداية الفترة الموحدية عام 1160 ميلادية، عندما توجه الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي إلى إفريقية قادما إليها من مدينة مراكش على رأس جيش تعداده 100,000 مقاتل لطرد النورمانديين الذين كانوا يحتلون عدة مدن في إفريقية، وهما صفاقس المهدية، طرابلس، قابس. وبالفعل نجح الموحدون في تحرير هذه المدن. وخلال فترة مقام الجيش الموحدي هناك قاموا بإنشاء قصر للجيش الموحدي بمدينة جمال، وبداخله يوجد هذا المسجد الجامع الذي سمي بالمراكشية نسبة للمدينة التي قدم منها أفراد هذا الجيش. جامع ضي نسميه جامع المراكشية. المراكشية هي من مدينة مراكش في المغرب. أول ما جات المغاربة جات عملت هنا جماعة مراكش عملوها هذا كقاعدة عسكرية، عملوه كقاعدة عسكرية وزادوا يقرروا فيه الأمور الدينية وكذا كذا وشؤون الدينية يدرسوا فيه الشؤون الدينية. ولمت وقت اللي عملوا بناو هذايا كثر فيه كيفاش تبنيه الجامع هذايا.